اليوم وليد كيحط السوارد ديال المنتخب الوطني. ابتداء من اليوم ما غنبقاوش نشوفوا الكره اللي مولفينها مع وليد. هاد السيد الصراحه عطى بزاف للمنتخب الوطني، ولكن الاكثريه ديال الناس نكروا الجميل ديالو بسبب بسبب واحد الخطا في كاس افريقيا اللي ما كيتحملش المسؤوليه ديالو، وهو خساره النهائي ديال كاس افريقيا ضد السنغال. تخيلوا معايا من بعد كاع الانجازات اللي دارهم وليد الركراكي، المغاربه اقسم بالله حتى كينكروا الخير، اقسم لك بالله حتى كينكروا الخير، ما فيهمش الخير، لانه هذا السيد هذا عطى المنتخب، عطاه كلشي، عطى الريه ديالو حطها في التيران. ما عمرنا شفنا بحال هذا المنتخب حتى جا وليد. بخير فيكم غيجي يقول لي لا راه كانوا داروا ما داروا والو. المخير ما وصلش الدومي فينال، غدا ولا من بعد غدا تخرجوا تبكيو وتقولوا علاش جايبين لينا وهبي، لانه المغاربه ما غتفهم فيهم والو. كل مره وشنو كيقولوا، كل مره وشنو باغيين. وليد كيشوفوه كيحقق انجازات كيفرحهم كيقولوا ليه ارحل. لهذا كنقول لكم بان الجمهور المغربي راه لا علاقه، راه ما كيفهم والو في الكره، وكلشي عارفو كيفهم في المدربين، ولكن في الحقيقه راه ما فاهمين والو، غير داويين. اليوم كنشوفوا وليد الركراكي اللي عطى بزاف لهذا المنتخب، وفاش كنشوفوا الاحصائيات ديالو كنلقى انه دار بزاف ديال الانجازات اللي ما دارهمش مدرب اخر. جبنا مدربين اجانب باش زعما نطوروا هذا المنتخب، منهم ايرفي رونارو، منهم خليل وزيتش، ولكن ما داروا والو، ما كيبانوش قدام وليد. اليوم هذا السيد كيغادرنا، علاش الله اعلم، لانه الا جينا لي ستاتستيك ديالو راه مزيانين وحسن من بزاف ديال المدربين. خلونا نشوفوا دابا الانجاز اللي حقق وهبي، يعني هذا المدرب اللي غادي يكون بلاصه وليد عنده فقط كاس العالم مع المنتخب المغربي الثالث، مع كامل الاحترامات ديالي لهذا السيد، ولكن كنشوف بانه المغاربه غادي يعذبوه وغادي يمرضوه في حياته، لانه يلا غيدوز معنا شهر ولا شهرين غادي يبداو يبكيو، وغادي يبداو يخرجوا بالتصريحات، وغادي يبقاو يقولوا ارحل يا وهبي، واخا تجيب لهم كاس العالم اللي غادي تنظم في ميريكان، من بعدو الا ما جبتيش كاس افريقيا غادي يجريو عليك هادو هما المغاربه. ما تجيش تقول لي لا راه وهبي احسن من وليد، راه ماشي وهبي اللي احسن من وليد، حنا كمشجعين اللي فينا الديفو، حنا المغاربه الحنان ديما كنطيحوا في الفخ، وديما كنديروا اخطاء، ولكن قليل اللي كيبغي يعترف بها.